وصلت بعثة الفريق الوطني في هذه الأثناء لابيدجان بكوت ديفوار بعد رحلة انطلقت من مطار سلات دولي. وقد وصلت بعثة الفريق الوطني بحمد الله ورعايته على أن تتوجه بعد انتظار مؤقت إلى مدينة سان بيدرو التي سيقيم بها وسيخوض بها مبارياته في كأس إفريقيا للأمم. ومباشرة بعد الوصول لسان بيدرو سيخلد اللاعبون للراحة على أن تنطلق التحضيرات غدا الاثنين، وتقرر أن يواجه الفريق الوطني يوم الخميس 11 يناير منتخب سيراليون في مباراة ودية. أوضح الدولي المغربي عبد الكبير عبقار بأنه يعيش أجواء عائلية في صفوف الفريق الوطني المقبل على المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير. وتحدث عبقار لموقع الجامعة قبل سفر أسود الأطلس اليوم الأحد عبر طائرة خاصة لبلاد الفيلة قائلا: الأجواء جيدة عائلية في صفوف المنتخب المغربي، نحاول التحضير لكأس إفريقيا كي نكون جاهزين أيام المباريات. المنافسة القارية مهمة جدا والجماهير المغربية تنتظر الفوز باللقب، إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونهديهم اللقب. وتابع عبقار: نتمنى مساندة الجمهور المغربي وسنقوم بكل المجهودات لإهدائهم اللقب الذي انتظروه وقتا طويلا.